بفيديو النهارده هنعمل لانش بوكس حلو وبسيط ومفيهوش افتكاسات كده كتير. تعالوا بقى، عندك عيش توست اوكي، بلدي اوكي، تورتيلا اوكي، بصي اي نوع عيش موجود عندك. هجيب بقى الاتي، حوالي كده معلقتين من الجبنه الكريمي، وابتدي افرد على التوست. وهحط قطعه من اللانشون بالشكل ده. ونجيب بقى شريحه التوست التانية وهنعمل نفس الكلام، وهنقفل عليها بالشكل ده. تمام كده. نيجي بقى في الناحية اللي احنا قفلناها دي ونحط كمان ملعقة. يعني في الوصفة هنا استخدمت حوالي ملعقتين كبار، لاني انا بوزع هنا الجبنة بشكل كده ايه، خفيف شوية. وعليها برضو هنحط شريحة هنا من اللانشون. بعد كده مرة أخيرة للتوست. بصوا اهو بالشكل ده. نجيب بقى السكينة ونقطعه زي ما احنا شايفين كده. نجيب كده اللانش بوكس بتاعنا ونبتدي نحط فيه الساندويتش بتاعنا. بصوا يا جماعة، شايفين اصلا شكله ازاي اهو. بصوا اهو. فهنحط هنا الساندويتش. طبعا مش هننسى جنب منه الخيار والجزر، طبعا بأي تقطيعة انت تفضليها. بعد كده هضيف القطعة دي عليه. تعالوا بقى نعمل الساندويتش الحلو. للساندويتش الحلو هحتاج برضو قطعتين او شريحتين من التوست. وهنا انا هستخدم قشطة. تقدري تستخدمي القشطة، تقدري تستخدميها لو هي موجودة عندك وبتجمعيها من وش اللبن، او تشتريها طبعا من السوبر ماركت زي كده. انا مشتريها من السوبر ماركت، وهاتي يعني نوع بسيط، مش مهم تكلفي نفسك وتجيبي افضل الانواع يعني. ده من رأيي يعني. شرايح كده من الحلاوة الطحينية انا مقطعاها رقيقة قوي بالشكل ده. بصوا. هحطها بقى على التوست هنا. تمام كده. لو انا بقى هنا فردت كمية من القشطة وعليها حطيت التوست على طول مش هيمسك معايا، فانا علشان كده عملت حركة ان انا حطيت في الاتنين دي. تمام. اقسمها بالشكل ده اهي. بقى معايا ساندويتش قشطة بالحلاوة الطحينية. ونجيب بقى اللانش بوكس بتاعنا. وللفاكهة انا هنا كان عندي عنب فحطيت عنب بالشكل ده. ويعني لو متاح عندك اوكي، مش متاح مش مشكلة. انا هنا هضيف جنب منه حبة كده من الكورن فليكس للشوكليت. ده بالمناسبة محشي شوكليت من جوه، فبيبقى جميل جدا لو اتاكل كده مقرمش من غير لبن. ده كان بقى اللانش بوكس بتاعنا. بصوا، شوفولي على هالجمال. شايفين؟ وبس كده، اللانش بوكس بتاعنا بقى جاهز. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ولانش بوكس جديد.